أهلا بكم أعزائنا المشاهدين مع فيديو جديد من قناة تعليق النهاردة عن عملة البيتكوين. خرج علينا دار الإفتاء أمس بفتوى بتقول إيه؟ بتقول إن البيتكوين حرام وبتحرم أي حد يتعامل معه. طيب، لما نيجي نشوف أسباب الفتوى هنلاقي حاجات غريبة. لما نيجي نشوف أسباب الفتوى هنلاقي حاجات غريبة زي إيه؟ إن هل الذي أفتى بهذه الفتوى له علم بالعملات الرقمية ولا حتى التكنولوجيا أو الاقتصاد الرقمي أو حتى الاقتصاد غير الرقمي؟ مش عيب إن احنا ما نعرفش، لكن عيب إن احنا نفتي فيما لا نعلم به. دي حاجة. الحاجة التانية، بيقولوا أو صاحب الفتوى بيقول إنها تمثل اختراقا لأنظمة الحماية والأمن الإلكتروني. طب إزاي؟ هل سيادتك تعلم إيه هو الأمن الإلكتروني؟ وكيف إن عملة رقمية تمثل اختراق للأمن الإلكتروني؟ هل هذا الكلام له صلة بالواقع؟ طيب، حاجة تانية، قال المفتي إن هذه العملة تستخدم للهروب من الأجهزة الأمنية لتنفيذ أغراض غير قانونية. وبيعلق ويقول كمان، طيب يا سيد الفاضل، النقود الكاش تستخدم في تجارة المخدرات والدعارة وتمويل الإرهاب، هنحرمها دي كمان؟ الرحمة لو سمحت، لو تكرمت الرحمة. كمان بيقول في فتوى ان البيتكوين عملة بتستخدمها داعش لتمويل العمليات الإرهابية. ان البيتكوين عملة بتستخدمها داعش لتمويل العمليات الإرهابية. يا سيد الفاضل، داعش لا تستخدم البيتكوين. يا سيد الفاضل، داعش لا تستخدم البيتكوين. داعش بتستخدم البترول، بتستخدم تجارة الأساس. داعش بتستخدم البترول وتجارة الآثار وتجارة السلاح، تمويل الإرهاب. ده بالإضافة للسرقة، يسرقوا أموال البنوك، يسرقوا كل حاجة قدامهم. شوف العراق. كمان بيقول المفتي اللي فتى الفتوى دي انها عملة الكترونية تتداول على الانترنت فقط. الله، يا سيدي المبجل، انت حسابات حضرتك البنكية ايه؟ ما كلها متصلة بالانترنت، عبر البنوك المختلفة. وعندنا 3-4 شبكات في مصر، فيزا 1 2 3 وماستر كارد. انت مش بتستخدم حاجة من دي ولا ايه؟ انت ما عندكش كريدت كارد؟ والكريدت كارد ركسون من عمل الشيطان. صدقوني، هذه النوعية من الفتاوي بتضر اكتر من نفعها. الدولة بتوجهنا والسيد الرئيس السيسي نحو الاقتصاد الرقمي، وحضرتك بتقول لي بتعرقلوا الدولة. بلاش فتاوي تنشر البلبلة في المجتمع وعدم الثقة في العملات الإلكترونية. وأحب أقول لحضرتك إن العملة الإلكترونية هي المستقبل، هي حاضر حاليا، بس هتبقى المستقبل شئتم أم أبيتم. أنا مش بتكلم على البيتكوين فقط، لا،
في عملات كتيرة جدا جدا جدا. اهتموا أحسن. شكرا لكم وإلى اللقاء.